السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، معادنا النهاردة مع مصر والمسيحية. إزاي دخلت المسيحية مصر؟ المسيحية دخلت مصر في منتصف القرن الأول الميلادي. هو القرن أصلا 100 سنة. القرن 100 سنة في نص القرن الأول بعد ميلاد السيد المسيح ب100 سنة. هو كده احنا بدأنا التقويم الميلادي بعد ميلاد السيد المسيح في منتصف القرن الأول، يعني في نص القرن الأول، 50 سنة 60 سنة. مين اللي دخل المسيحية مصر؟ واحد اسمه القديس مرقس. القديس مرقس. أنا دلوقتي خدت معلومتين. المسيحية دخلت مصر إمتى وعلى إيد مين؟ دخلت مصر إمتى؟ في منتصف القرن الأول، 50 55 60 65 أنا مش عارفة. هو في نص، ممكن يبقى 45. في منتصف القرن الأول، في منتصف القرن الأول. المسيحية دخلت مصر إمتى؟ منتصف القرن الأول. حلو الكلام. على إيد مين؟ اسمه إيه؟ قديس مرقس. قديس مرقس ده شخصية مهمة جدا معايا في الدرس ده. طيب، المصريين لما جالهم المسيحية كانوا هما بيعبدوا إيه؟ إيه الدين اللي كانوا المصريين بيعتنقوه؟ رومان. هو في حاجة اسمها دين رومان؟ دي جديدة دي. الدين اللي هو بتاع الصليبان، لا مش الصليبان، الأصنام دي. أيوة، الله ينور عليك. فاكرين عبادة الآلهة بقى، والإله أمون والإله رع والإله والحاجات الآلهة دي والمعابد والكلام الفاضي ده؟ هي دي الآلهة بتاعتهم. عايزة أقول لك كمان إن الملوك الرومان كانوا بيعبدوا الأباطرة بتوعهم. الناس الرومان، الشعب الروماني كانوا بيعبدوا الأباطرة. الأباطرة دي جمع إمبراطور، يعني الإمبراطور الروماني كان بيتعبد زيه زي الآلهة بالظبط. الرومان كانوا بيقدسوا الأباطرة، وكانوا بيجبروا الرعاية بتوعهم كلهم إن هم يعبدوا الإمبراطور الروماني. لازم يوزعوا صوره على الناس، والناس تعلق صوره في بيوتهم ويعبدوه بعد موته. بس بما إن المصريين كانوا قرفانين من الرومان، تعذيب بقى وفرض ضرايب وحرمان من الاشتراك في الحكم، ودايما تفرقة ما بين المصريين الوحشين اللي هم عامة الشعب وبين الرومان القادة والحكام اللي معاهم الفلوس وكل الامتيازات، فالمصريين كانوا قرفانين. فأول ما جاء الدين المسيحي لما دخل مصر، يعني قال لك إيه مبادئ الدين ده؟ الدين ده بيقول إن كلنا زي بعض، كلنا سواسية. الدين ده عادل، ما بيفرقش بين حاكم ومحكوم، يبقى في عدل ومساواة ورحمة وعطف. الله، طب ما حلو ده، هو ده اللي المصريين عايزينه. مش كده وبس، الدين ده بيقول لك لما تعبد ربنا خالص كده لوجه الله، يعني تيجي في الآخر بقى بعد الموت تاخد نعيم الآخرة. سيبك من نعيم الدنيا، نعيم الدنيا ده كلها كم 60 70 سنة ويخلص، لكن نعيم الآخرة حياة بقى حلوة كده من عند ربنا، في حاجات كتير حلوة. الله، طب ما حلو ده. كل المصريين أقبلوا على اعتناق الدين المسيحي. أقول لك على معلومة، كلمة قبطي مش يعني مسيحي، كلمة قبطي يعني مصري. فبما إن أقباط مصر اللي هم المصريون القدماء دخلوا كلهم في المسيحية، فتعرفوا إن الأقباط بقوا مسيحيين. سوري، اللي هو الأقباط اللي هم المصريين تحولوا من عبادة الآلهة بتاعت قوى الطبيعة وعبدوا ربنا سبحانه وتعالى على الديانة المسيحية. خلاص، يسكت الرومان؟ يوافقوا كده وتخلص الدنيا؟ أكيد لا. بس قبل ما تعدي النقطة دي، تعال أسألك سؤال مهم. بما تفسر أقبل المصريون على اعتناق الدين المسيحي؟ هو ليه المصريين اعتنقوا الدين المسيحي؟ أولا، الدين المسيحي فيه تحقيق مبادئ العدل والمساواة والرحمة والعطف والتسامح. تعال احفظ دول كده. الدين المسيحي فيه ايه؟ تحقيق للمساواة، عدل، عطف، رحمة، كل الحاجات الحلوة اللي تيجي على بالك قولها. عدل، مساواة، رحمة، تعاطف، تسامح، زهد في الدنيا،
الناس اللي بتسرق وتقتل وطماعة وعايزة يبقى عندها فلوس أكتر وعايزة يبقى عندها بيوت أكتر، كل ده اسمه متاع دنيا، كام سنة وهيخلص. لكن بعد كده، بعد ما نموت بقى ونعيش، ربنا يحاسبنا ونعيش الحياة الأبدية، هو ده بقى المتاع اللي احنا عايزينه، الحاجات الحلوة اللي احنا بنعمل عشان ناخدها. هم لقوا ده في المسيحية، لو هم صلوا لربهم صح، لو هم عبدوا ربنا صح، هياخدوا الحاجات دي كلها. يبقى أول حاجة خلت المصريين يعتنقوا المسيحية، المبادئ اللي في المسيحية، مبادئ المسيحية. مبادئ المسيحية. مبادئ المسيحية. اللي هي ايه بقى مبادئ المسيحية؟ ده الحق. ايوه، الزهد في الدنيا العدل. والعدل على العدل. الآخرة. زهد في الدنيا، تسامح، عطف. طيب تاني حاجة احنا قلناها اللي هي الزهد في الدنيا. تالت حاجة المسيحية هتخلصهم من الواقع المقرف اللي هم عايشين فيه. انت اكيد مش الامتحان مش هتكتب لهم الواقع المقرف. ايه الواقع اللي هم عايشين فيه؟ تعدد آلهة، واحد إله سماء، وواحد إله مية، وواحد إله أرض، وواحد إله عدل، وواحد إله ظلم، وواحد مش عارفة ايه، والإمبراطور الروماني ده يتعبد والإمبراطور الروماني ده يتعبد. المسيحية قالت لك فيش الكلام ده، هو إله واحد. يبقى دلوقتي المسيحية فيها مبادئ، المسيحية فيها زهد، المسيحية هتخلصهم من تعدد المعبودات تخليصا من الواقع بتاع تعدد المعبودات. المسيحية هتخلصهم من الضغط الاقتصادي والقهر والذل اللي بيعانوا منه، هتخلصهم من الضغط الاقتصادي. يبقى المبادئ، الزهد، تخليصا من تعدد المعبودات، تخليصا من القهر الاقتصادي. تاني، ليه المسيحيين سوري أنا آسفة جدا، ليه المصريين أقبلوا على اعتناق المسيحية؟ عشان فيها حق. مبادئ، مبادئ اللي هي المبادئ، حق. مبادئ حق عدل. خلاصا من تعدد الآلهة. الزهد الأول، الزهد في الدنيا. زهد. يبقى المبادئ زهد في الدنيا، عدل. تخلص من تعدد المعبودات، التخلص من الضغط الاقتصادي. طب قوليهم لوحدك، ليه المصريين أقبلوا على اعتناق المسيحية؟ عشان فيها عدل، فيها مبادئ، وقولي بقى كل الحاجات الحلوة اللي عندك. مبادئ وعدل، مبادئ العدل والرحمة والتسامح والعطف والمساواة. تاني حاجة تزاوج، زهد ايوه. في الدنيا، لا أنا عايزة تركيز شوية. زهد في الدنيا. في الدنيا. تالت حاجة هتخلصهم من تعدد المعبودات. رابع حاجة هتخلصهم من الضغط الاقتصادي، قهر وذل اللي بيعانوا منه تحت حكم الرومان. يلا واليوم يا مريم 4 حاجات ليه المصريين أقبلوا على اعتناق المسيحية. مبادئ، زهد، تعدد مبادئ، آلهة، زهد، تعدد آلهة، تخلص، ضغط اقتصادي. قولي لي مبادئ، يلا بسرعة. مش حافظاه. مبادئ ايه؟ عدل، تخلص من الظلم. عدل ورحمة، عدل ورحمة وتساوي بين تسامح وعطف. زهد ايه؟ يلا قولوا. زهد في الدنيا وتطلع الآخرة. زهد في الدنيا وتطلع للآخرة. تخلص من تعدد الآلهة، والتخلص من الضغط الاقتصادي. الاقتصادي، لأن هم كانوا بيعاملوا المصريين إن هم عبيد. طيب ادي اول نقطة ليه المصريين كلهم دخلوا المسيحية. تعال اقول لك بقى الاضطهاد الروماني للمصريين. معنى كلمة الاضطهاد ده شكل من اشكال الظلم، نوع من انواع الظلم عانى منه المصريين على ايد الرومان، نوع من انواع الظلم عانى منه المصريين على ايد الرومان. اول حاجة الرومان كان عندهم قاعدة كده في دماغهم، لازم كل رعاية في الإمبراطورية الرومانية في مصر بقى في أي دولة تحت حكم الرومان تعبد نفس الإله. نفس الإله يعني مش إله واحد، نفس الآلهة اللي الإمبراطور الروماني بيعبدهم. ليه يا عم الحاج؟ عشان ده دليل على وحدة الإمبراطورية الرومانية. خلاص؟ لازم كل الرعايا يقدموا فروض الولاء والطاعة للإمبراطور الروماني، كلهم يسجدوا للإمبراطور. ليه يا عم؟ عشان ده دليل على الولاء والطاعة ودليل على إنهم رعايا مخلصين للإمبراطورية الرومانية. خلاص؟ يبقى لازم الولاء للإمبراطور الروماني، لازم كل الناس تقدم القرابين للآلهة
وللأباطرة الرومان، عشان ده دليل على الطاعة ليه. طب تمام، احنا راضيين بالظلم يا عم الحاج، بس احنا بقينا مسيحيين. قال لك لا، المسيحية فيها قواعد ومبادئ بتتعارض مع اللي الرومان عايزيننا نعمله. زي ايه مثلا؟ الرومان بيوزعوا صور الأباطرة، لسه قايل لك الكلام ده، بيوزعوا صور الأباطرة جمع إمبراطور روماني عشان احنا نعلقهم عندنا في البيت ونعبدهم. الكلام ده ما ينفعش في المسيحية. المسيحية لا تقدس الأباطرة ولا صورها، ما بتمارسش الشعائر الدينية في المعابد، ما بتقدمش قرابين الإمبراطور. المسيحية ما فيهاش الكلام ده. ماشي؟ طيب تاني هعيدهم لك تاني، 3 حاجات بتتعارض فيهم المسيحية، العقيدة المسيحية مع الإمبراطورية الرومانية: تقديس الأباطرة، ممارسة الشعائر الرسمية الدينية الرسمية، وكمان تقديم القرابين للإمبراطور. تقديس الأباطرة، ممارسة الشعائر الدينية الرومانية، وتقديم القرابين للإمبراطور. تقديم الكراميل. هو انتوا ممكن تقولوا معايا؟ نقول تاني، برافو. 3 حاجات بتتعارض مع المسيحية مع الإمبراطورية الرومانية: تقديس الأباطرة وتقديم القرابين للإمبراطور. دول سهلين، تقديس الأباطرة وتقديم القرابين للإمبراطور. تقديم القراطيس الأباطرة وتقديم قرابين لصور الإمبراطور. وممارسة الشعائر الدينية الرسمية لروما. ممارسة الشعائر الدينية الرسمية لروما. وليهم كده تقديم القرابين للآلهة، وتقديس الإمبراطور، وممارسة الشعائر الدينية. حلو الكلام ده. عشان كده المسيحيين قال لك لا يا عم الحاج، احنا مش هنعمل زي ما انتوا بتعملوا، احكمونا واظلمونا واحنا هنرضى بالظلم، واحنا عايزين بقى الخير اللي هناخده في الحياة الآخرة، بس مش هنعمل اللي انتوا بتعملوه ده. الرومان يسكتوا؟ لا، عذبوا المسيحيين. التاريخ بيقول لك ان هم سعوا للقضاء على المسيحيين. الأباطرة، بعض الأباطرة الرومان كانوا بيموتوا المسيحيين عشان المسيحيين يخلصوا. هم هدفهم ان هم يخلصوا المسيحيين اللي على الأرض او المسيحيين اللي في مصر. طيب اشهر الأباطرة هم مين؟ الأباطرة يعني ماشي، هم فعلا الأباطرة ماتوا، بس خلي بالك الناس اللي موتوهم الأباطرة شهداء. طيب تعال نقول أشهر الأباطرة اللي عذبوا المسيحيين. عندك الإمبراطور نيرون والإمبراطور دقلديانوس. الاسمين دول تحفظهم، دول أباطرة وحشين نوتي. نيرون ودقلديانوس. ايه؟ نيرون، لا لسه ما تسبقش الأحداث، على طول انت سابق الأحداث. نيرون ودقلديانوس. الإمبراطور ايه؟ نيرون ودقلديانوس. نيرون نار، شفت نيرون ده هو داخل النار، اسمه نيرون. نيرون ده أول واحد قال هوبا هنعذب المسيحيين، يلا بينا باي نعذب المسيحيين. الإمبراطور نيرون بدأ تعذيب الإمبراطور نيرون بدأ تعذيب المسيحيين. دقلديانوس والعمايل السوداء اللي هيعملها دقلديانوس في المسيحيين. من كتر ما هو عمايله سوداء، الكنيسة في مصر سمت السنة بتاعته 242 دي، سمتها عصر الشهداء. عصره اسمه عصر الاضطهاد المسيحي. ليه؟ ده كان مطلع مرسوم: دمر الكنائس، احرق الكتب المقدسة، اقتل المسيحيين. انت ماشي في الشارع لقيت واحد مسيحي اقتله. هم زمان يعني، مش بتكلم عن احنا دلوقتي. هو يعرف ازاي اللي هو مسيحي؟ لا ازاي؟ لا. ازاي بيبقى في حاطط صليب؟ لا عموما يعني هو انا بتكلم على الفترة بتاعة العصر الروماني. دقلديانوس لما تولى الحكم قال دمر الكنائس، احرق الكتب المقدسة، اقتل المسيحيين. فالشهداء في عصره كتروا جدا لدرجة ان الكنيسة سمت العصر ده عصر الشهداء، وطلعت تقويم جديد، طلعت تاريخ يبدأ من السنة دي اسمه التاريخ القبطي.
كلمة التاريخ القبطي اسمه يعني التاريخ المصري، ده بيخلد أرواح الشهداء المصريين اللي ماتوا في عصر دقلديانوس. طيب عصر الشهداء، ما المقصود بعصر الشهداء؟ العصر اللي تولى فيه دقلديانوس الحكم ومات فيه المسيحيين. ما المقصود بعصر الشهداء؟ عصر الشهداء اسم أطلق على عصر الإمبراطور دقلديانوس بسبب كثرة عدد الشهداء. إيه هو عصر الشهداء؟ عصر الإمبراطور دقلديانوس بسبب كسر عدد الشهداء. طب أنا ممكن أسألك سؤال عبيط بتاع العيال بتوع 5 ده، العيال الصغيرين، بما تفسر سمي عصر دقلديانوس بعصر الشهداء؟ لكثرة الشهداء، بكثرة القتلى الشهداء من المسيحيين في هذا العصر. وهو بتدور الأيام وتلف الأيام ويجي إمبراطور يعترف بالمسيحية، دين رسمي جنب الوثنية. يعني هم ما سابوش الأصنام، هم اعترفوا بالمسيحية جنب الوثنية. مين الراجل الطيب ده؟ قسطنطين اتولى الحكم، اعترف بالمسيحية دينا رسميا، تسامح مع المسيحيين، قال لك يا عم اعبدوا المسيحية براحتكم، ابنوا كنايس براحتكم، اعملوا الكتب المقدسة زي ما انتوا عايزين، خلاص. وبدأت المسيحية تنتشر بين الرومان نفسهم بدأوا هم كمان يعتنقوا المسيحية. وساعتها قسطنطين نقل عاصمة روما للقسطنطينية، هي اتسمت على اسمه، خلاص. طيب اللي هي عاصمة بيزنطة، اللي هي الدولة البيزنطية اللي هي اسمها قسطنطينية، اللي هي دلوقتي اسطنبول، برافو عليك، خلاص. يبقى قسطنطين عمل ايه؟ هقول لك الحتة دي. قسطنطين عمل ايه؟ قسطنطين اعترف بالمسيحية دين إلى جانب الوثنية. قسطنطين عمل ايه يا محمد؟ اعترف بالمسيحية دين إلى جانب الوثنية. الله ينور عليك. ده معناه ان هو تسامح مع المسيحية. يبقى قسطنطين تسامح مع المسيحية. تاني حاجة نقل عاصمة روما لبيزنطة اللي هي القسطنطينية، اللي هي دلوقتي عاصمة تركيا. الله ينور عليك، اسطنبول. يبقى قسطنطين تسامح مع المسيحية، اعترف بالمسيحية، ونقل العاصمة من روما لبيزنطة اللي بقت القسطنطينية. طيب وبكده واحدة المسيحية بقت دين رسمي لدول كتير جدا من العالم. خلاص بقى اختفت عبادة الأصنام. بس تفتكري سؤال كده بيني وبينك، يعني المفروض ما يتسجلش، الاضطهاد بتاع الرومان خلص؟ بقوا بيحبوا المصريين وبيعاملوهم اخوات واحنا مسيحيين زي بعض وكده؟ الرومان لقوا سبب و100 سبب يفضلوا يعاملوا بيه المصريين وحش. هقول لك بقى السبب ده بعدين، يعني هقول لك بس مش دلوقتي. المهم يعني في الاخر المسيحيين كانوا بيستخبوا من الرومان. عشان كده احنا بقى المصريين اخترعنا الرهبنة في المسيحية. هقول لك، يسيب الدنيا باللي فيها تولع للرومان ويروح الصحراء يقعد كده في مكان لوحده يتعبد لربنا. في رهبنة فردية، انا هروح لوحدي، وفي رهبنة اخد كام واحد معايا بس عشان نقعد مع بعض كل واحد في اوضه لوحده في الصحراء. تخلص من ظلم واضطهاد الرومان، انا بفضلهم، لحد ما يجي عمرو بن العاص ويخبط على باب مصر، فالمسيحيين يفتحوا له ويقولوا له اهلا وسهلا، تعالى خلصنا من ظلم الرومان. وبما اني كنت ناويه اعمل اصلا فيديو للحته دي، فانا هقولها في الفيديو وهقصها وانزلها لوحدها بعد كده. الاسلام لما دخل مصر، وده مش في الدرس، لم يجبر المصريين على اعتناق الاسلام. الاسلام قال يا تدفع جزيه لان المسلمين بجيشهم هيحميك وانت نايم في بيتك، تمام؟ يا تدخل الاسلام فتدخل الجيش، يا تسقط عنك الجزيه وانت مسيحي وتبقى فرد في الجيش الاسلامي تدافع زي ما المسلمين بيدافعوا. ليك حريه الاختيار،
اما الدخول في الاسلام او دفع الجزيه، او انت شاب قادر على حمل السلاح فتنضم للجيش الاسلامي فتسقط عنك الجزيه. فالاسلام لم يجبر مسيحي على الدخول فيه. يلا بينا بقى نقول. لك حرية الاختيار. انت برافو عليك، ترك حريه الاختيار. عارف. يلا بينا نقول دور مدينه اسكندريه في نشر المسيحيه. خلي بالك بقى، اسكندريه مش هتنشر المسيحيه بس، اسكندريه هتنشر كل العلوم. تعال اقول لك الحلاوه. المسيحيه انتشرت انتشار كبير جدا جدا وزاد عدد المسيحيين. فالمسيحيين كانوا بيجوا اسكندريه يتعلموا اصول الدين المسيحي من الناس بتوع اسكندريه، من المصريين بتوع اسكندريه. شوف اقول لك، عشان يبقى المصريين هم اللي معلمين على العالم كله. المصريين لما كانوا فراعنه بيعبدوا الالهه اخترعوا حاجات كل الناس اتعلمتها منهم. لما بقوا مسيحيين كانت كل الناس بتيجي اسكندريه تتعلم، المسيحية برضه. ولما دخلوا الاسلام كل الناس بتيجي الازهر تتعلم الاسلام منهم. مصر وبس. هنتكلم على دور اسكندريه في نشر المسيحيه. لما المسيحيه انتشرت في العالم كله بدا العلماء بتوع اسكندريه يفكروا في انشاء مدرسه لنشر المسيحيه. علماء اسكندريه كان بيجوا لهم الناس من كل حته في العالم يعلموهم المسيحيه، ومعاها بقى طب وفلك وهندسه. الاستاذ من دول اولاد كان بياخد اوضه، بيأجر قاعه او اوضه من بيته يعلم فيها الطلاب، والاساتذه والطلاب كانوا بيروحوا مكتبه اسكندريه للاطلاع على الكتب اللي فيها. فتفضل اسكندريه مناره للعلم للطلاب في مصر وبره مصر، تعلمهم تعاليم الدين المسيحي وباقي العلوم المختلفه: كيمياء، فلك، طب، صيدله، تاريخ، هندسه، جراحه. اقولها تاني، مدرسه اسكندريه كانت بتعلم دين مسيحي وباقي العلوم. المدرسين كانوا بيأجروا قاعات او بياخدوا اوضه من بيوتهم يعلموا فيها الطلبه. من مدرسه اسكندريه، من المدارس بتاعت اسكندريه دي اتخرج رجال دين مسيحي كانوا بيتولوا قياده الكنائس في اوروبا. خلاص، اسمهم اساقفه وبطارقه. اساقفه وبطارقه. خلاص، يعني الزعامه الدينيه المسيحيه كانت في الاسكندريه. الزعامه الدينيه المسيحيه كانت في اسكندرية. يبقى ازدهار العلوم خلال الحقبه القبطيه بسبب مدارس الاسكندريه. ازدهرت العلوم في الحقبه القبطيه بسبب مدارس الاسكندريه. تعال اقول لك بقى، المصريين لما يعلموا على العالم كله زي ما انا لسه قايله لك، في كل حاجه لازم المصري يبقى الرائد. المصري اخترع الرهبنه. المصري اخترع الرهبنه. ايه الرهبنه دي؟ اعتزال الحياه. نفض للدنيا كلها وروح في الصحراء، اقعد في اوضه، اكلك وشربك وتعبد لربنا. في نوعين من الرهبنه، بس الاول ما المقصود بالرهبنه؟ الرهبنه اعتزال الحياه. اعتزال الحياة ومتاعها. اعتزال الحياة ومتاعها. اعتزال الحياة ومتاعها والعيش في الصحراء والعيش في الصحراء. للعباده والتامل. والعيش في الصحراء للعباده والتأمل والعيش في الصحراء العبادة والتأمل يبقى اعتزال الحياة ومتاعها. اعتزال الحياه ومتاعها والعيش في الصحراء للعباده والتأمل. والتامل. طيب، الرهبنه نشأت في مصر. انواعها رهبنه فرديه ورهبنه جماعيه. رهبنه فردية وجماعية. ورهبنه جماعيه. الرهبنه فرديه بتاعت الانبا انطونيوس. مين اللي اخترعها؟ أنبا أنطونيوس. مين اللي اخترعها؟ أنبا أنطونيوس. الرهبنه الفرديه الانبا انطونيوس. الانبا. أنطونيوس. طب والرهبنه الجماعيه؟ الانبا بخوم. الانبا بخوم. الانبا بخوم. حلو الكلام. الرهبنه الفرديه الراهب بيخرج في الصحراء يعيش في عزله تامه مع نفسه، اكل بسيط، شرب بسيط، يدير شؤون نفسه، يبني مثلا اوضه كده في الصحراء ويقعد مع نفسه. اول دير الانبا انطونيوس اتعمل في الصحراء باسمه ده للرهبنه الفرديه. الرهبنه الجماعيه بقى الدير بياخد معاه كام واحد، بس كل واحد بيقعد في الصحراء في صومعته الخاصه بيه، مش بيقعدوا جروب مع بعض، لا، هما في مكان واحد صحيح، بس كل واحد في الصومعه بتاعته باكله وشربه البسيط بيتعبد ويتامل. والانبا بخوم عمل برضو دير باسمه دير الانبا بخوم. طيب، الأديرة دي كل مهمتها ان الواحد يروح يقعد فيها يتعبد بس؟ قال لك لا،
لما ضعف دور مدارس اسكندريه، مدارس اسكندريه، لما مدارس الاسكندريه ما بقتش بتنشر تعاليم الدين المسيحي كويس، الدور راح فين؟ الدور راح للأديرة. بقت الأديرة دورها الثقافي نشر تعاليم الدين المسيحي. الأديرة بقى دورها الثقافي نشر تعاليم الدين المسيحي، مش بس الدين المسيحي، وكل العلوم التانية، تأليف، ترجمة، تفسير الكتاب المقدس. طب وهي المدرسة بتاعت الاسكندرية ضعفت ليه؟ بص، هو الرومان كانوا بيضطهدوا المسيحيين. انا قلت لك الرومان بعد مرحله الاضطهاد الديني بقى في اضطهاد مذهبي. هم في الاخر برضو اضطهدوا المسيحيين، يعني هم مسيحيين وكانوا بيعذبوا المسيحيين المصريين برضو. فدور اسكندريه اتهمش بقى، لان اسكندريه عاصمه الرومان، فكانوا الرهبان في الاديره بيقوموا بنشر. الرومان قسطنطينية. لا، عاصمه الرومان في مصر اسكندريه، المكان اللي بيقعد فيه الحاكم بتاع مصر. تمام. فبدأت الأديرة دي هي اللي تنشر العلوم وتنشر الدين وتترجم الكتب المقدسة. خلاص. الأديرة كمان كانت بتعلم الناس الزهد، التقشف، البعد عن متاع الدنيا والتطلع لنعيم الآخرة. رجعت تاني تغرس جوه الناس تعاليم الدين المسيحي، يبقى بتعلم الناس العلوم وبتغرس جواهم قيم الدين المسيحي. طيب، ليه الأديرة انتشرت في مصر قوي؟ بما تفسر يا محمد انتشار الأديرة في مصر. الأديرة انتشرت في مصر بسبب بطش الرومان، بسبب ظلم الرومان للمصريين. يبقى الأديرة انتشرت في مصر بسبب ظلم المصريين. حلو الكلام. فضل نعاني من ظلم الرومان، والرهبان يستخبوا في الأديرة لحد ما جه مين؟ الله ينور عليك، الفتح العربي الإسلامي على إيد عمرو بن العاص 641 ميلاديا. الدين الإسلامي جاء قال للناس كلنا زي بعض، مفيش حاكم ومحكوم، مفيش ظلم، كلنا إخوة في عدل ومساواة. فأقبل المصريون على اعتناق الدين الإسلامي. الإسلام وعمرو بن العاص لما دخل اسكندرية، لما دخل مصر، أمن المسيحيين، ادهم الأمان على أموالهم وعلى كنائسهم وعلى كتبهم المقدسة، كل ممتلكاتهم أمان، هيحميهم الإسلام. عشان كده بقول لك حوار إن الجيش الإسلامي كان بيأمن الناس جوه بيوتها، بيأمن كنائسهم، بيأمن أديرتهم، بيأمن فلوسهم، ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام. حتة بتاعت اللي أنا قلتها لك، هو ما أجبرش أحد على الدخول في الإسلام. أنت قاعد في بيتك مؤمن، الجيش الإسلامي هيدافع عنك مقابل انك تدفع الجزية، او تكون مسلم او تكون شاب فهتحمل سيف وتبقى ضمن الجيش. احنا بكده خلصنا درس بتاع مصر والمسيحية. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، ويا رب اكون فدتكم. ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب. السلام عليكم.